أهلا بيكم في أول فيديو من سلسلة فيديوهات لسه هعملها. في السلسلة دي هحلل شخصيات كتير معقدة، ممكن يكون بعضهم واضح بالنسبة للناس، بس هحاول مقولش كلام مكرر أو اتهرس كتير. وحلقة النهاردة حلقة مميزة عشان الشخصية اللي معانا مميزة. أكيد مش إيه اللي حصل لمحمد سعد. حلقة النهاردة هنتكلم عن ليه والتر وايت أفضل شخصية تلفزيونية. الأول محتاجين نعرف مين هو والتر وايت. والتر وايت هو مدرس كيمياء في واحدة من المدارس في نيو مكسيكو. بيصاب بسرطان الرئة، ومن هنا حياته بتتغير كليا. ليه حياته بتتغير؟ لأن والتر وايت من بداية حياته بيمر بمواقف صعبة كتير، زي مثلا لما قرر يأسس شركة مع جريتشن وإليوت أصحابه. بعد كده خرجوه من الشركة وادوله حصته، وبعدها الشركة نجحت وما جابوش سيرته معاهم. وتاني حاجة إن والتر مدرس ضعيف الشخصية، ومحدش من الطلاب بيحبه. ده غير ان مرتبه قليل، فبيضطر يشتغل شغلانة تانية في مغسلة. وكان المدير بتاعه دايما بيهينه. حتى في العيلة، يعني جوز اخت مراته هانك ضابط في مكافحة المخدرات ونجح في شغله، ودايما ما بيسيبش فرصة غير لما يتريق على والتر. ووسط كل ده بيتصاب بالسرطان، يعني فاضله فترة مش كبيرة ويموت. وبسبب حب لعيلته أول حاجة بيفكر فيها عيلته هيعملوا ايه من بعده. فبيفكر في طريقة يسيب لهم بيها فلوس عشان ما يحتاجوش لحد بعد ما يموت. واللي بيخلي شخصية والتر وايت فعلا شخصية أسطورية، إن مع تكرار المواسم ومع الحاجات اللي بيمر بيها، بيخلينا في نهاية المسلسل مع شخصية عكسه تماما، وهي هايزنبرج. شخصية عنيفة وذكية جدا، ما بيهموش الموت ولا حتى الفلوس. بالنسبة له أهم حاجة هي السلطة، وإنه ما يخسرش أبدا. ونيجي هنا لسؤال مهم جدا: هل والتر وايت من الأساس شخصية طيبة ومع الحاجات اللي مر بيها اتحول لكده، ولا هو من الأساس شخصية شريرة وعنيفة وكان مستني الفرصة؟ في الموسم الأول مثلا هنشوف لما كان والتر مخير يخاطر بكل حاجة عملها لغاية دلوقتي، ولا إنه يقتل كريزي إيت. هنشوف إزاي والتر والأول مرة يقتل في موقف يدمج بين القوة والخوف. وبرضه في الموسم التاني لما والتر قرر يروح يقنع جيسي يسيب المخدرات ويرجع يشتغل معاه، وبيلاقي جيسي وجين مغمى عليهم بعد ما خدوا جرعة من المخدرات، وبيبدأ يصحي جيسي، ويشوف جين صاحبة جيسي وهي بتتخنق، وكان ممكن ينقذها، بس رجع فكر ان هي لو فضلت عايشة هتأثر على جيسي وعمره ما هيرجع يشتغل معاه تاني، فبيقرر تبقى تموت. الموسم التالت لما والتر بيلاقي نفسه بين شريكه جيسي ومديره جاس. جيسي كان بيحاول ينتقم من اللي سمم الواد الصغير، ولكن في الآخر والتر بيختار يبقى في صف جيسي، مش تعاطف مع جيسي أو حاجة، لأن هايزنبرج هنا ما كانش عايز يرجع لولتر القديم الطيب اللي أي حد بيتحكم فيه. وفي الموسم الرابع في عز المشاكل اللي كانت بينه وبين العصابات وبينه وبين جاس، مرات سكايلر بتقوله خرج نفسك من كل ده ومن الخطر. وهنا بيخاطب سكايلر والمشاهدين وبيعرفهم انه مش في خطر وان هو الخطر. ده غير نهاية الموسم الرابع الخرافية اللي بتعرفك ان والتر مستعد يعمل اي حاجة عشان يحتفظ بالسلطة، وازاي يقتل اي حد يهدد السلطة بتاعته. وفي الموسم الخامس لما بنتعرف على العصابة الجديدة اللي هتوزع له المخدرات، ورئيس العصابة يسأله انت مين، مش هيقعد بقى يقول له انا وانا، بيقول له انت عارف انا مين. وفي الاخر خالص ومن اجمل الحاجات في النهاية، ان كان بيقول طول المسلسل ان بيعمل كل ده لعيلته، ولكن اخيرا وفي النهاية اعترف انه كان بيعمل كده عشان نفسه، وانه كان عاجبه اللي بيعمله. وفي الاخر نتفق ان المسلسل مكتوب صح، والمسلسل يعتبر كامل من جميع اركانه. ولو ما كانش فيه ممثل يعرف يعمل الشخصية دي زي ما اتقدمت لنا، كان عمر الشخصية دي ما نجحت. وهنا يجي دور الممثل المبدع براين كرنستون، واللي قبل الدور ده ما كانش مشهور لسه غير في دور واحد في مسلسل اسمه مالكوم ان ذا ميدل، واللي كان دوره فيه بعيد جدا عن والتر وايت. وهنا يبين لك حاجة مهمة جدا في عالم المسلسلات والأفلام، وهو الكاستنج. وفعلا هما نجحوا في ده، لأن مش براين كرنستون أمتعنا بالدور ده، لأ، هو كمان خد 4 جوايز إيمي من أصل 5 مواسم، وكل الأدوار عموما في المسلسل مختارينها كويس، ومفيش ممثل في الدور الغلط. وفي النهاية لو عجبتكم الحلقة، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا الفيديوهات الجاية.